بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من التعليق على إفادة الطلبة بشرح القواعد الأربعة بفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الأحد 5 من شهر رجب بعام 46 بعد 400 والألف. نقرأ في الصفحة 70. قال ابن كثير رحمه الله: فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير، وهو سعيد بن بطرك الإسكندرية، في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، 20 على مقالة، 100 على مقالة، 70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا ذا هيئة، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة أنهم اجتمعوا مجمع. ابن كثير رحمه الله تعالى يشير هنا إلى ضلال النصارى وعظيم اختلافهم، وأنهم لما أرادوا وضع قواعد لدينهم الذي ابتدعوه، ليس الذي أتى به المسيح عليه السلام، بعد 300 سنة تقريبا من رفع المسيح عليه السلام، اجتمعوا هذا الاجتماع الذي يسمى أو اشتبه مجمع نيقيا. مجمع نيقيا الذي عقد في العام 20 بعد 300 من ميلاد المسيح عليه السلام، تقريبا 320، تحت رعاية قسطنطين الذي كان فيلسوفا. وكأن هؤلاء أرادوا أن يلبسوا لباس الوثنية التي كان عليها الرومان واليونان قديما، وما كانوا عليه من أساطير، في لباس دين المسيح عليه السلام. فابتدعوا هذه البدع التي من أخسها مسألة ألوهية أو بنوة المسيح عليه السلام، وقد اختلفوا اختلافا عظيما. لكن القول الذي اشتهر وانتصر له هو أن المسيح عليه السلام هو إله إنسان،
اجتمع الناسوت مع اللاهوت، هو إنسان وإله في الوقت نفسه. كيف يجتمعان؟ وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحدا أو ما اتحدا، بل امتزجا أو حل فيه، على 3 مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر ال3. ولهذا قال تعالى: انتهوا خيرا لكم، أي يكن خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. انتهى كلامه. عليه كان من عليه أساطير في المساجد حديث السلام. الله عز وجل قد أبطل عقائد النصارى إبطالا واضحا لا مرية فيه. يعني من أوضح الآيات في بيان فساد عقيدة أمة من الأمم الآيات التي جاءت في إبطال عقيدة النصارى. لذلك لا يستطيعون جوابا عن آيات القرآن إذا جوبوه بها، إذا تمت مجابهتهم بهذه الآيات الواضحة يحرون جوابا، إنما يتلاعبون فقط في الآيات التي قد تشتبه على البعض. لكن إذا قيل لهم، قال الله عز وجل: إذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. كلام واضح بين أن يعبدوا الله ربي وربكم. طيب أين بقى بنوة المسيح؟ أين ألوهية المسيح؟ أين المسيح امتزج الناسوت باللاهوت والخرافات هذه التي لا علاقة لها بدين المسيح عليه السلام؟ أين الناسوت واللاهوت هنا؟ المسيح عليه السلام يتبرأ منهم براءة واضحة بهذه الآيات، ويأمرهم أمرا واضحا بتوحيد الله، ويجيب ربه. الله يسأله: هل أنت أمرت الناس أن يتخذوك إلها مع أمك مريم؟ فنفى المسيح عليه السلام هذه التهمة عنه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو دين المسيح عليه السلام، إفراد الله بالعبادة، التوحيد. هذا يعني واضح بين حارون جوابا. في هذه الآية بيان للناس بأن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ولا إلى الغلو فيهم، ولا إلى طلب قضاء الحاجات منهم، وحاشاهم، لأنهم من أزكى الناس توحيدا ومن أشد الناس احتراما لجلال الله عز وجل. ولكن الناس هم الذين يدعوهم إبليس إلى الغلو في الصالحين من ملائكة وأنبياء ورسل وصالحين من عباد الله. فبين الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه السلام ما كان يرضى أن يتخذ إلها من دون الله. وأهل الكتاب على قسمين: الأول قسم فرطوا في أنبيائهم وأضاعوهم كما صنعت اليهود مع عيسى وأمه عليهما السلام، بل قتلوا كثيرا من الأنبياء. ويشبههم من هذه الأمة النواصب، حيث ضيعوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشتموهم وسبوهم. الثاني قسم غلوا في أنبيائهم حتى رفعوهم مرتبة الألوهية كالنصارى. ويشبههم من هذه الأمة الروافض، حيث غلوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما علي رضي الله عنه. طبعا يعني كل طوائف الشرك تشابهت قلوبهم وإن اختلفت معتقداتهم في الظاهر.
لكن كلهم يجتمعون على الوثنية. إن كان الله عز وجل ميز اليهود والنصارى بأن سماهم أهل كتاب بلا شك لأن لهم كتابا نعم نزل على الرسول على رسولهم، نزل على موسى عليه السلام ثم على المسيح، فلهم أحكام خاصة نعم في الدنيا، لكنهم يشتركون مع بقية طوائف الوثنية في أصل الوثنية، في عبادة الأموات، في تقديس الأموات وتقديس الأشخاص. منقسم فرق الرفيع. وأهل السنة وسط يحبون آل البيت ويتولونهم ولا يرفعونهم فوق ما أنزلهم الله عز وجل. قال رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تأويل هذه الآية أنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية. يعني هذا أمر عجيب سبحان الله. يعني الجن الذين كانوا يعبدون يعني صاروا آلهة عند هؤلاء، تركوا الكفر وأسلموا، وما زال هؤلاء المغفلون يعبدونهم. هذا كالذين يعبدون الأموات، يعبد ميتا لا يملك له شيئا، لا يسمع شيئا أصلا، وقد يكون هذا الميت في الجنة وقد يكون في النار. يعني هذا الذي يدعوه قد يكون منعما وقد يكون معذبا، يعني هو يريد من يدفع عنه إن كان معذبا، وإذ به يدعى ويطلب منه ما لا يقدر عليه في نفسه فضلا عن غيره. وهذه من الأعاجيب كما يقال. نعم. وفي قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما معنى الوسيلة هنا؟ المعنى يطلبون عند الله الزلفى والقربة، فالوسيلة هي القربة. والمشركون كانوا يطلبون الوسيلة بالجن أو بالمعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولكن المؤمنين يبتغون عند الله الوسيلة بالعمل الصالح الذي يقربهم من الله عز وجل، وكذلك يتوسلون إلى الله بأسمائه وصفاته عز وجل. قال الألباني رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأما الآية الأولى فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب اتقوا الله. يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك وابتغوا إليه الوسيلة. يقول: اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة. ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. ونقل عن قتادة قوله فيها: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. هذه الآية الأولى التي فيها ذكر الوسيلة، وهذا هو المعنى الذي اجتمع عليه عامة المفسرين،
أن الوسيلة هنا في الآية المقصود بها القربة، أي التقرب إلى الله بالعمل الصالح. هذه وسيلة العبد إلى الجنة. ولذلك جاء مشروعية التوسل في الدعاء بعملك الصالح، لأنه بالفعل وسيلة، يعني وسيلة في نفسه إلى رضا الله، ووسيلة في الدعاء لاستجابة الدعاء. أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح ولو كان قليلا، ولو تصدقت بشق تمرة ابتغاء وجه الله، لك أن تتوسل بهذا العمل ولو كان قليلا في عينيك. فالعبرة بقبول العمل ليس بحجم العمل. إنما يتقبل الله من المتقين. طيب أكمل. وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. نعم، يعني بالنسبة للآية الثانية التي أشرنا إليها، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هنا أيضا هي بالمعنى نفسه، لكن المقصود هنا يعني في تفسير الآية أن هؤلاء الإنس المغفلون الذين ظلوا يعبدون جنا يعني كانوا شياطين، كانوا كفارا، وهم قد أسلموا، ويظنون أنهم بهذا يتقربون إلى الرب. وفي الوقت نفسه هؤلاء الجن الذين أسلموا هم الذين يتقربون إلى الله بعد ذلك بالإيه؟ بالعبادة. فانظروا إلى إيش؟ لهذا التغير. ويعني بعد ذلك قال الألباني رحمه الله تعالى، وهو هذا الكلام نقلناه يعني بطوله من كلام الألباني، وما يعني ذكره بعد ذلك هو تأكيد لما سبق حتى لا يعني نطيل. نعم، يعني نختم إن شاء الله كلام الشيخ زيد رحمه الله تعالى بعد ذلك في الصفحة 76. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في تعليقه على القواعد الأربع: بين الله عز وجل في هذه الآية أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم الذين يدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القربة، ويرجون منه المغفرة، ويرجون منه قبول صالح العمل. أما هم فلا يملكون لأحد قربة ولا زلفى إلى الله ولا شفاعة، أي في الدنيا في جلب مصلحة أو دفع ضر، وهم بأنفسهم يتسابقون ويتنافسون إلى صالح الأعمال ليحققوا ما ذكره الله من رجاء رحمته وخشية عقوبته. وهذا هو دأب الصالحين، يعبدون الله ليرضى عنهم وليؤدوا ما أمرهم الله بأدائه وليحققوا مراد الله منهم. فالمعنى أن الذين يتقرب بهم المشركون إلى الله من الجن أو الصالحين هم أيضا أي الصالحون من الجن والإنس يتقربون إلى الله عز وجل ويدعونه ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة ويرجون منه المغفرة. يعني كيف يتوسلون من مخلوق هو نفسه يدعو الله؟
الذين يتوسلون بالحسين رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه نفسه يدعو الله وحده ويتقرب إلى الله بالعمل الصالح ويتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ثم به يدعى. فهذا كما قال يسمى بالدور، حتى عند الفلاسفة دور باطل، هذا يعبد هذا، وهذا الذي يعبده هو في الأصل يعبد رب العالمين. فلماذا هذا الدور؟ أن تتوجه أنت مباشرة إلى عبادة رب العالمين، ما تحتاج إلى هذه الواسطة الباطلة وهذه الوسيلة الغير مشروعة. هذا هو المعنى، هذا هو المقصود. نعم. ولذلك قطع ربنا الوسائط من المخلوقين في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، انتهى الأمر. لا تحتاج إلى واسطة في الدعاء، بينك وبين الرب مباشرة، وهذا من واسع رحمة الله سبحانه. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.